مرحبا بكم معايا في شهيوات رمزية. غنعمل معكم اليوم حلوى دوازاتي وحتى الأعياد، سهلة واقتصادية في المكونات. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديالها. عندي هنايا طاسة د البيضات. انا هاد الطاسة هزت لي 8 الحبات من البيض، وانتوما على حسب حجم الطاسة اللي عندكم. كاينه الطاسة كدوز غير 6 5 الحبات من البيض. حبيتو قياس صغير كاينه الطاسة صغيرة كدوز غير 4 الحبات من البيض. ونفس الطاسة اللي كيلت بها البيض كنكيل بها السكر. عندي طاسة د السكر ناقصة شوية سكر حبيبات، ما كنعملش الطاسة عامرة بزاف. كنضيف السكر على البيض وكنزيد رشة من الملح. كنخلط البيض مع السكر. كنبدا نخلط بالخلاط الكهربائي، حبيتو تخلطو غير بالخلاط اليدوي. من بعد نضيف 2 أكياس د السكر منسم بالفاني. اذا حبيتو تعوضوها ببودرة د فاني كتعملو معلقة صغيرة د بودرة د فاني مسحوق فاني. صافي كنبدا نخلط مزيان هاد المكونات مع بعضيتهم حتى كيدوب ديك السكر وما كيبقاش يبان. من بعد كنزيد طاسة د الزيت، زيت نباتي، طاسة عامرة بالزيت. نفس الطاسة اللي كيلت بها البيض كنكيل بها السكر والزيت. كنبدا نخلط هاد المكونات، كنخلط مزيان حتى كيرجع اللون د الخليط اللون ديالو فاتح. من بعد غنكب هاد الخليط في اناء اخر، اناء كبير باش نزيد مكونات اخرين. القوام د الخليط هو هذا. وكنزيد على هاد الخليط الطاسة باش عامرة د الكاوكاو. هاد الكاوكاو حمرته وقشرته، خليت بعض الحبيبات بالقشر وهرمشته. وكنضيف نص معلقة، تقريبا نص معلقة د القرفة. كنخلط قرفة مع كاوكاو مع هاد الخليط هذا. من بعد كنبدا نضيف الطحين، كنبدا نضيف الدقيق. عندي هنايا الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات. كنبدا نضيف الدقيق وانا كنخلط كنجمع، ما كنعجنش غير كنجمع بالدقيق. هذا الدقيق الممتاز خاص بالحلويات. كنبدا نضيف الدقيق وانا كنجمع. كنزيد على هذا الدقيق 2 أكياس د خميرة كيميائية او خميرة الحلويات، المجموع 16 غرام. صافي دابا غنبدا نجمع بيدي، كنجمع ما كنعجنش، غير كنجمع وانا كنضيف الدقيق شويه بشويه، ما كنكبش الدقيق مره واحده. كنبدا نكب الطحين وانا كنجمع حتى كنتحصل على العجينه تكون لينه. وبالنسبه للكاوكاو، انا الكاوكاو هنايا هرمشته، وكاينه طريقه اخرى بالكاوكاو مطحون، وبجوج بيهم كتجي الحلوى مزيونة. سواء طحنتو كاوكاو او لا هرمشتوه كتجي الحلوى مزيونة. صافي دابا غنجمع هاد العجينة، ما بقاش نزيد الطحين. العجينة خصها تبقى خفيفة شوية، كتبقى لينة كتلتصق. هذا هو القوام ديالها، العجينة كتلتصق. ولكن اذا هزيت العجينة بيد اخر ما غتلصقش وفي نفس الوقت خفيفة. كما كتشوفوا غنهز العجينة بهاد اليد هذا، هي العجينة خفيفة. هذا هو القوام ديالها. صافي دابا غنبدا نشكل العجينة، غنشكلها كويرات بالحجم اللي حبيتو. انا عملت كويرات هيدا متوسطين، نتوما حبيتو عملوا مصغورين على هيدا.
وعملتهم في الصينية اللي دهنتها بشوية د الزيت. غنطبع هاد الكويرات بهاد المرشم هذا عملي، كنعملو في شوية د الطحين وكنطبع هاد الكويرات هادو حتى كنكمل الكمية اللي عندي. من بعد كنعمل الصينية في الفران اللي سخنته من قبل على 180 درجة. الحلوى بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها، خليت لها اللون ديالها ذهبي. هاد الحلوى كتجي مزيانة في مذاق ديالها بمذاق د الكاوكاو، اقتصادية في المكونات وسهلة في التحضير ديالها. ما كتاخدش الوقت كتير في التحضير ديالها، ما كتاخدش الوقت بزاف في الخدمة. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتحضروا هاد الحلوى في البيوت ديالكم. هذه هي الشيوه ديالي اللي كانت معكم اليوم. خليتكم على خير والى فيديو اخر مع شيوه اخرى في شيوات رمزيه.